مراجعة ونقاش فيلم الست مع حرية الحرق. ريفيو طويل لفيلم عربي، ممكن نكون عملت بعد كده الافلام اجنبي، بس نخش في الموضوع على طول. انا دلوقتي السبب غيابي عن الفورمات الطويل بتاعت اليوتيوب بصراحة انها كانت غير مجدية، بس انا كنت بحب ان انا اتكلم بتفاصيل كتير وكده، فركزت الفترة اللي فاتت اكتر على الشورتس وعلى التيك توك والحاجات دي. فقلنا نرجع كده في فيلم عليه كلام كتير اللي هو فيلم الست. هرجع بالفورمات ده. اسف طبعا الباك جراوند ورايا مش جاهزه، لان الباك جراوند دي ما اعرفش اجيبها غير انها تبقى شورت. فالباك جراوند اللي ورايا هحاول اظبطها ان شاء الله، واحاول الاقي مكان نعمل فيه الفيديوهات اللونج دي. اول حاجه. الحاجه التانية ان انا برضو عايز اخد رايكم، ان انا لما اجي اعمل فيديو لونج بعد كده هفكر ان انا اعمله مع حريه الحرق، يعني نخلي مراجعتنا وريفيوهاتنا دايما بدون حرق، تنزل شورت، واللي بحرق نخليها كأنها بودكاست كده، زي ما انا قاعد كده بتكلم، ببقى كاتب شويه بوينتس وبتكلم من غير سكريبت، يعني عكس الشورت فيديوز. برضو قولوا لي رايكم في الفكره دي. احنا هنتكلم على فيلم الست. فيلم الست انا نزلت له مراجعه بدون حرق، هسيب لكم دلوقتي المراجعه اللي انا اتكلمت فيها بدون حرق عشان فيها كلام انا مش حابب اكرره تاني. المراجعه اللي انا هتشتم عليها كتير مراجعه فيلم الست. امبارح اتفرجت على فيلم الست، ولما طلعت كنت منبهر جدا من الفيلم. كتبت بوست وقلت فيه رايي بمنتهى البساطه. انام واصحى الاقي الكومنتات كلها شتايم واتهام باني بقبض واني بطبل وي وي وي. واللي يجنك اكتر ان اغلب الكومنتات دي ما شافتش الفيلم اصلا. الاتهامات وقله الادب دي ما جاتش ليا لوحدي، جات لاي حد شكر في الفيلم ده. بس اكتر حاجه مضحكه ان هم اتهمونا ان احنا اللجان، مع ان اللي واضح ان الموضوع بالعكس تماما، وان الهجوم الزياده ده هو ده بالظبط تعريف هجوم اللجان. الموضوع ابسط من كده يا جماعه. الفيلم لو وحش هنطلع كلنا نقول ان الفيلم وحش، وعملنا قبل كده كتير واشهرهم المشروع اكس. ولو الفيلم حلو وفعلا يستاهل هنطلع نقول ان الفيلم حلو ويستاهل. وده بالظبط رايي في فيلم الست، ان الفيلم فعلا حلو ويستاهل، وان مروان حامد عمل لنا واحد من افضل الافلام اللي هو عاملها في مسيرته، وكمان من افضل الافلام اللي نزلت في سنه 2025. خدوا بقى عشان ازود عليها كمان، ومن افضل الافلام المصريه اللي في التاريخ. شفتوا الموضوع بسيط ازاي؟ ده رايي وانا حر فيه. كون ان انت ما شفتش الفيلم وعايز تحكم عليه دي مشكلتك انت. عجبني كل حاجه في الفيلم، التمثيل، التصوير، الاخراج، المونتاج العظيم من احمد حافظ، الموسيقى الرائعه والريميكس اللي عامله هشام نزيه. كل حاجه في الفيلم عجبتني، الا حاجه واحده هتكلم عليها في حلقه مع حريه الحرق. بس الحلقه دي هتكون نقاش طويل جدا، هتنزل لكم بفورمات طويل على الموقع الاحمر. وخد كمان تقييم الفيلم الست هو 9.5 من 10. مستني شتايمكم في الكومنتات. طبعا بعد ما شفنا المراجعه اللي بدون حرق، واتكلمت طبعا على ردة الفعل الغريبة على الفيلم اللي احنا شفناها من قبل صدور الاعلان. يعني في ناس كتير بتقول لك هو ده شكل ام كلثوم، حرام عليكم وبتاع، وفي الاعلان، وده كلام ايه نقول عليه ماشي منطقي شويه، ان هم شافوا الاعلان ما عجبهمش، اوكي، مع ان المفروض احنا اتعلمنا ان انت ما تحكمش على حاجه غير لما تشوفها. فالهجوم اللي على الفيلم على منى زكي طبعا عارفين الاسباب بتاعته من قبل الاعلان بكتير. ففي حاله شحن غريبه ضد الفيلم. برضو كمان التصريح اللي قاله احمد مراد زود حاله الشحن دي. برضو سيادة المستشار تركي الشيخ اللي مشارك في انتاج الفيلم مزود حاله الشحن دي. حاجات كتير قوي مزودها حاله الشحن على الفيلم. المهم طبعا انا اتكلمت خلاص عن النقطه دي، مش حابب اتكلم فيها. انا دايما هتلاقيني ببص هنا عشان ما تقولش انا مش ببص الكاميرا، لان هنا السكرينه وهنا الكاميرا بتاعتي، فاوكي، فهنا محتاج ابص على السكرينه عشان اطلع شويه حاجات وكده. فهقسم البوينتس اللي احنا بنتكلم فيها لكذا حاجه. نبتدي اولا بالتمثيل. التمثيل انا ما شفتش حد ما كانش على قد المستوى، حتى ضيوف الشرف واحنا هنتكلم عليهم بعد نقطه التمثيل. منى زكي عجبتني جدا، عجبتني جدا. انا واحد من الناس انا ما شفتش ام كلثوم كتير، اوكي، ما شفتهاش شكلا. ممكن بتشوفها في حفلات وكده واحنا بنتفرج على التلفزيون، اكيد سمعتها كتير، بس انا ما شفتهاش ولا مره بتتكلم، باستثناء اللقاء اللي هو المشهور بتاع فرنسا وكده. فانا ما عنديش يعني حته كده اللي انا ابقى عارف ان دي ام كلثوم، على عكس مثلا السادات. يعني احنا شفنا السادات كتير بيتكلم، وده بحكم منصبه طبعا كرئيس جمهوريه، وكان كاريزمته وشكله مختلف وطريقه كلامه مختلفه. وطبعا لما جينا شفنا احمد زكي بيعمل الدور فحسينا ان هو شبهه. فانا ما اتضايقتش من منى زكي. هل هي بقى ام كلثوم ولا لا؟ ما يشغلنيش. انا دلوقتي ليا قدرات تمثيليه.
بتفرج على ممثله بتعمل دور، شيل بقى انها قصه ام كلثوم، بتعمل دور، بتمثل مغنيه، دور مغنيه في مصر في العشرينات والثلاثينات والاربعينات. هل ده انا شفته ولا لا؟ شفته. اوكي، فانا بقى ماليش دعوه هي بقى طريقه كلامها ولا مش طريقه كلامها، انا اقتنعت وشايف ان تمثيل منى زكي كان عبقري. ولو حد يا جماعه بيهاجم منى زكي، يا جماعه قولوا لي مين يعمل غيرها الدور ام كلثوم، او مين اصلا نجم في مصر غيرها ونجم شباك نقدر نبيع عليه فيلم. تمام. بقى الممثلين الادوار الرئيسيه، سيد رجب رهيب. سيد رجب ده يا جماعه كان طالع بدور والد ام كلثوم. وبالمناسبه من النقط السلبيه ان انا ما شفتش والده ام كلثوم ولا باقي عيلتها، فدي برضو من النقط السلبيه بما ان احنا جبنا سيره والده ام كلثوم. فانا متضايق ان انا ما شفتش والده ام كلثوم، لكن في نفس الوقت انبسطت باداء سيد رجب جدا كوالد ام كلثوم، انبسطت باداء احمد خالد صالح. احمد خالد صالح صراحه بيحيرني كتير، اوقات بحس انه ممثل كويس، اوقات بحس، اوقات تانية بحس لا. بس انا في الفيلم ده، وده طبعا يرجع الفضل الاول والاخير ليه لمروان حامد يعني. هو اصلا اساس الاخراج، عشان برضه تبقوا فاهمين الاداء اللي في ايد المخرج، او هو سموه ليه مخرج، عشان هو يعتبر كانه هو الاكتنج كوتش، يعني هو اللي مسؤول الاول والاخير على اداء الممثلين، فكوكو بقى من الصوره ومن الحاجات التانية، يعني اصلا الاخراج زمان يعني كده. فالمهم يعني احنا كده اتكلمنا على سيد رجب، واتكلمنا على منى زكي، واتكلمنا على احمد خالد صالح. كان فاضل يعني لو قلنا ان فراج يعتبر بطل مش ضيف شرف، بصراحه اقتنعت بيه جدا يعني. نيجي بقى لضيوف الشرف اللي كلهم كانوا مميزين، ما تحسش ان في واحد اتحشر وعشان نجيب ضيف شرف وخلاص، بالعكس كل واحد كان لاقي عليه الدور. عمرو سعد في دور جمال عبد الناصر كان حلو جدا. ده انا نفسي اشوف فيلم مروان حامد لجمال عبد الناصر وعمرو سعد اللي يعمل الدور، عجبني جدا. عجبني الملكه نازلي نيلي كريم، مع اني انا اصلا يعني نيلي كريم مش من اللي انا مفضلين ليا يعني في التمثيل، بس انا عجبني دورها الملكه نازلي وكان لاقي عليها جدا. كريم عبد العزيز وطلته، يعني بصراحه راجل نجم مصر يا جماعه. طلته ودوره انبسطت جدا يعني لما شفته وكان لاقي عليه الدور، في دور اعتقد شريف باشا. وكل بقى ضيوف الشرف، اسر ياسين وكمان علي صبحي، كلهم بصراحه كانوا وامير المصري، فما اتضايقتش خالص. وفي ناس تانية اسامي مش معروفه ظهرت برضو بادوار صغيره، كلهم الشاب الجزائري اللي في اخر الفيلم. ويعني ما فيش اي كومنت على التمثيل، وده مروان حامد. بعد كده هنتكلم على القصه. ما فيش كلام كتير يطلع على القصه، هي قصه ام كلثوم. في حاجات احنا ممكن مش عارفينها، بس انا حاسس ان بتاثر شويه من احمد مراد، ودي مش حاجه وحشه يعني، بكذا حاجه. تاثر بالفيس في طريقه السرد، تاثر واخراجي اكتر منه قصصي باوبنهايمر. ولو هنتكلم بقى على ام كلثوم، هو تاثر بحلقه الدحيح. لو رجعتوا لحلقه الدحيح شفتوا الستارتنج بوينت بتاعت السرد بتاعت حلقه الدحيح بالظبط، تقريبا هي الستارتنج بوينت اللي احنا بدانا بيها الفيلم، وطريقه السرد بعد كده اعتقد هي يعني بكلم تتابع الاحداث، مش بكلم في طريقه السرد، تتابع الاحداث بعد كده تقريبا هي قريبه من حلقه الدحيح. ودي مش حاجه وحشه خالص ان احنا نسباير حاجه من حاجات ام كلثوم، او حاجه حد عملها كانت لاقت بوزيتيف فيدباك كبير ونستخدمها في الفيلم. بعد كده ما عنديش اي تحفظ او اي كومنت على القصه. احمد مراد لما جه حكى قال ان قصه الفيلم دي جات له وهو بيحضر لكيرة والجن، لقى مذكرات لام كلثوم، فقال لك ان انا لازم اعمل القصه دي عن ام كلثوم. انما انا بصراحه ما حسيتش ان في deficiency او حاجه معينه موجوده اقدر اطلع اقول لا كانت مشكله في السيناريو او مشكله في القصه. يمكن مثلا لو احنا برضو عايزين نتلكك نقول يعني حته ان عيلتها ما ظهرتش، نقول مثلا ان في شخصيات كانت مهمه كان ممكن تظهر، زي مثلا محمد عبد الوهاب، رغم ان هم جابوا نبذه عن الصراع اللي بينها وبين محمد عبد الوهاب، كنا محتاجين نشوفه اكتر يعني. بس دي التفاصيل، وانا متفاهم ده وقت الفيلم يا جماعه، داخل على 3 ساعات، يعني هيعملوا ايه اكتر من كده يعني. بعد كده الاخراج، مروان حامد يا جماعه، مروان حامد هو افضل مخرج في مصر، موضوع بسيط. مروان حامد الراجل بصراحه اللي بيبهرني كل مره. انا يا جماعه بس يعني في نقطه، انا بالنسبه لي فيلم كيرة والجن انا شايله من تاريخ كريم عبد العزيز واحمد عز واحمد مراد ومروان حامد. ليه؟ انا كنت عامل فيديو هنا من زمان قبل ما ابقى كونتنت كريتور اصلا ولا بتاع، اول ما طلعت من فيلم كيرة والجن كنت متضايق جدا برضه، باي ذا يعني كنت قاعد بتكلم بنفس الطريقه كده، كنت كاتب كام نقطه وبقولها وبسترسل.
فانا فيلم كيرة والجن عندي عليه تحفظات كتير ومشاكل كتير. فبغض النظر عن كيرة والجن، لا مروان حامد لا منافس ليه، ومش هو لوحده على فكره، في اسماء كتير قوي دلوقتي لا منافس ليها. فمروان حامد على مستوى السرد واستخدام ادواته كلها الاخراجيه، حتى المجاميع كانوا بيمثلوا كويس. دي حاجه انا بزعل دايما لما باجي اشوفها في افلام، بلاقي مخرج كبير عامل فيلم، والفيلم ده فيه شويه مجاميع مبوظه الدور اللي المخرج الكبير ده عامله مع الممثلين الكبار، عشان ما توهكش. زي هيبتا، في هيبتا 1 وهيبتا 2 احنا شفنا في هيبتا 1 محاضره، وفي هيبتا 2 مناظره. ما عجبنيش خالص اداء المجاميع اللي كانوا موجودين في الفيلمين. ويعني ومع ان الفيلم كله تمثيليا كان على اعلى مستوى، عشان بس ايه، لان احنا هنا عندنا حفله هي محور الاحداث، انا بتكلم بحريه حرق. فالحفله دي برضو هي نفس الكونسبت بتاع هيبتا برضو، اللي هي قدامي جماهير كتير ومجاميع كتير، فانا عايز استخدم او عايز اسيطر على الادوات بتاعتي معاهم. عندنا كمان كنت بتكلم على مروان حامد، تأثره زي ما قلت نولانية شوية، مش شوية بصراحة، ودي مش حاجة وحشة برضو. يعني أنا حسيت إن مروان حامد متأثر قوي بطريقة إخراج نولان وقطعاته وي وي وي، ودي حاجة بصراحة أنا حسيتها بتفرج على وات إف كريستوفر نولان عمل فيلم مصري، ومش متضايق يعني، مش بقولها إنها سلبية، عادي يعني، كل مخرجين العالم بيتأثروا ببعض، ما فيهاش أي حاجة غلط يعني. ف التصوير بعد كده برضو بصراحه، انا مدير التصوير مش حاضر على ذهني، مش احمد المرسي لا اللي اشتغل مع مروان حامد في اغلب افلامه، بس انا للاسف مش حاضر اسمه في ذهني، فبتاسف. مدير التصوير ما حسيتش بفرق كبير بينه وبين احمد المرسي، لان احمد المرسي هو احسن مدير تصوير موجود في مصر بصراحه يعني. فاختيارات مروان حامد اكيد مش هجيب مدير تصوير اي كلام، اكيد هيجيب مدير تصوير على اعلى مستوى، وده اللي احنا شفناه في الفيلم. المونتاج بقى، انا نادرا ما بتكلم على المونتاج في الريفيوهات بتاعتي، بس احمد حافظ يا جماعه انا محتاج اقف واتكلم على احمد حافظ كتير قوي. المونتاج يا جماعه، احمد حافظ كل مره بيبهرني. احمد حافظ يعني عايز اقول لك، اخر 20 سنه اتفرج على احسن الافلام اللي موجوده في مصر، شوف مونتاج مين هتلاقي احمد حافظ، مع اختلاف المخرجين بقى. فبجد احمد حافظ هو بعيد قوي عن اي مونتير موجود في السينما المصريه. يعني انا لحد دلوقتي بتفرج على افلام كتير في السينما المصريه، بلاقي الفيلم تقنيا على كل الاصعده، على اعلى في اعلى حالاته، في اعلى مستواه. تيجي عند المونتاج بلاقي فضايح، غلطات في الراكور وغلطات في القطعه مشفته فريم، مأخره فريم. فحاجات ممكن انت وانت بتتفرج ما تاخدش بالك منها قوي، او ممكن تاخد بالك منها ان في حاجه غلط بس انت مش فاهم ايه هي. بس بحكم طبعا وجودي في المجال، وان انا بمنتج اصلا شغلي وبعمل حاجتي، فانا فاهم كويس قوي في المونتاج، وامتى تقطع والفريم يقطع امتى، ودرستها يعني، خدت كورس فيها. فلا لا لا لا، احمد حافظ يا جماعه بعيد بعيد قوي عن اي مونتير، والمونتاج كان بطل في الفيلم ده. يعني احد ابطال الفيلم منى زكي واحمد حافظ. المونتاج، الموسيقى التصويريه، هشام نزيه طبعا كالعاده بيعمل لنا موسيقى مختلفه، موسيقى متميزه، مش شبه الموسيقات اللي عملها، الا ثيم مستخدم فيها بعض الانسترومنتس اللي اتلعبت في الثيم الاصليه بتاعت ولاد رزق، اللي هي اعتقد الالكتريك جيتار، وعامل اختلاف كده بسيط ان هو مدخل بعض من اغاني ام كلثوم في الساوند تراك. انا بس عندي تعليق بسيط على النقطه بتاعت الريميكسات دي، كنت محتاج اسمع ريميكسات اكتر، اغاني اكتر. احنا كان في اللقطات الرومانسيه كان في ريميكس واحد اعتقد لاغنيه انت عمري، كان هو اللي بيتكرر في كل اللحظات الرومانسيه في الفيلم، ودي حاجه ضايقتني، كانت حته فصيله بصراحه. فحسيت ان نفس الموسيقى هي بنفس الاغنيه هي، مع ان ام كلثوم عندها الاف من الاغاني يعني، فكنا ممكن نستخدم اي اغنيه منهم نعمل ريميكس تاني، واغاني تانية عامه، انما مش احنا كنا بس الساوند تراك كانت كل شويه بتتعاد، ودي حاجه مش لطيفه بصراحه. يعني حسيت ان انا كنت محتاج اسمع حاجات اكتر. اعتقد يعني، عندي توقع، مش عارف، عندي مش معلومه، عندي توقع ان ممكن يكون ليها علاقه بالكوبي رايتس او حقوق الملكيه بتاعت الاغاني، ان هم ما عرفوش ياخدوا اغاني اكتر من كده، ممكن وارد. بس انا برضو يعني حسيت ان انا كنت محتاج اسمع اغاني اكتر من كده في الريميكسات اللي كان عاملها هشام نزيه. بس طبعا هشام نزيه، مش هتكلم على هشام نزيه اقول ايه على هشام نزيه، اقول ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه. بعد كده حابب اتكلم على المكياج بقى. انا اديت للفيلم 9.5 من 10. النص من 10 ده، وممكن كمان يبقى 1 من 10، هيروح على سوق المكياج. عرفت معلومه النهارده ان المكير بتاع الفيلم الست هو نفس المكير اللي عامل فيلم إلفيس. وبصراحه هو فيلم إلفيس اصلا ما كانش متميز يعني، بس
اللي انا استغربته ان احنا كان في افلام ببادجت 10% من دي، مثلا افلام مصريه ومكير مصري، كان المكياج احسن من كده. فيلم خيال مآت اعتقد بتاع احمد حلمي كان مكياج فيه كويس. فيلم اكس لارج، هنروح لي بعيد ليه؟ فيلم اكس لارج كان مكياج فيه كويس جدا. فحسيت بصراحه ان المكياج كان هو ده اللي سبب بقى كل المشاكل. يعني المكياج لو كان مظبوط ما كانش حصلت الهوجه دي كلها. فبصراحه المكياج ما عجبنيش خالص. حاول مروان حامد ان هو يتغلب على النقطه دي في ان هو ياخد لونج شوتس كتير. حاول ان هو كمان في البلاك اند وايت يستخدمه كتير، فعشان يغطي بيه على المشاكل المكياج. بس لا لا لا، يعني حسيت ان احنا كان ممكن نظبطه اكتر من كده بكتير. يعني احنا في 2025، وحتى لو مش مكياج كان ممكن نظبطه بالسي جي اي. الفيلم يعني اعتقد كان مفتوح له بادجت محترمه ان انت تستخدم الحاجات دي. فهو المكياج بقى اسوأ حاجه بصراحه في الفيلم، وده اللي يخليني انزل بتقييمي للفيلم نص درجه او درجه. عندنا بقى كلام كتير. الفيلم ده مكانه فين من افلام مروان حامد؟ الفيلم ده يعني يتحط فين وسط البايوبيكس اللي موجوده اتعملت في تاريخ مصر، او البايوبيكس حتى انترناشونال؟ الفيلم ده هل تجربه نحب نكررها تاني؟ حاجات كتير قوي هاجلها لكم في حاجه كده هتبقى حلوه قوي. مش هحرقها ولا هقول عنها اي تفاصيل دلوقتي، بس اللي اقدر اقوله ان الحاجه دي هتعرفها ان شاء الله يا اما في اخر يوم في السنه يا اما في اول يوم في السنه، في الحدود دي يعني. بس عايز رايكم في الفورمات اللي احنا طالعين بيها بالطريقه اللي انا طالع بيها دي. هل اعمل البودكاست ديسكشن ده دايما في الافلام اللي محتاجه كلام كده باسترسال وكده؟ وقولوا لي رايكم، ولا نعملها في لايف وانتوا فاهمين بقى؟ ماشي، انا بقالي كتير ما طلعتش على لونج فيديو، مش عارف كنا بنقول ايه. فاعمل لايك بقى وبتاع. يلا سلام.